يعني فيما اعتقده انا مقدم بلاغ طبعا، واستمع الى اقوالي 7 ساعات في الاموال العامه، وفي الكسب غير مشروع برضه واستمع الى اقوالي 5 ساعات. انا اعرف ان كل الجهات دي قدمت ما لديها من وثائق وطلبت تحريات الرقابه الاداريه ومباحث الاموال العامه. الجهات دي لما بتاخد قرار الاستاذ عمرو ما بتاخدوش قرار اعتباطي. لا، هل دي معلومه انه في طلب التحقيق في موارد؟ طبعا. انا راجل، انا اللي مقدم البلاغ، فمن حقي ان انا اسال. طلبت الاجهزه المعنيه من الرقابه الاداريه ومن مباحث الاموال العامه ومن غيره انه الكلام اللي انا قلته ده صح ولا كذب. طب هو لماذا لم يتم التحقيق معه حتى الان؟ يا فندم لازم تتجمع الاول الوثائق المعلومات والمستندات والمعلومات اللي تؤكد توجيه الاتهام. في قضايا المال العام المتهم بيبقى اخر واحد، وممكن يمثل امام التحقيق ويطلع بريء عادي، مفيش مشكله في حاجه. انما الامر لابد ان يخضع للقضاء المصري. انا لجأت للقضاء في قضايا متعلقه ومرتبطه بالمال العام، اهدار مال عام، ربما حصول على يعني مكاسب معينه او غيره. مين الجهه التي تستطيع ان تحسم هذا الامر؟ جهاز كسب غير مشروع، وهو جهاز محترم طبعا، واللي متولي القضيه تحت اشراف المستشار عادل السعيد شخصيا، متوليها الدكتور محمد ايوب. ايضا هناك كمان في الاموال العامه القضيه تحت اشراف المحامي العام الاول، والنائب العام ايضا بيتابعها. عايز اقول يعني ان احنا في شفافيه موجوده الان، لا احد يستطيع. لا، ومجلس قوي، ده مجلس استطاع انه يجبر الوزير نفسه على الاستقاله، يعني فيعني قضيه مساله مش سهله يعني لاول مره مجلس نواب يقدر ان هو يخلي وزير يستقيل. انا عايز اقول لك بس استاذ عمرو في النقطه دي، لم يكن الامر فقط، يعني انا سمعت الوزير امبارح وهو بيتكلم، لم يكن الامر فقط انه تعالى استقيل عشان مجلس النواب قد يسحب الثقه منك. لا، انا متصور انه لو ان هناك قناعه لدى الدوله المصريه بانه لا توجد تجاوزات وتجاوزات خطيره ما اجبر الوزير على الاستقاله. بس احنا فاكرين ان التجاوزات اللي حصلت مع وزراء قبل كده طلعوا من الوزاره اتقبض عليهم في الشارع. يعني هذا الرجل لو كان عنده تجاوزات كان تم القبض عليه. لا، عايز اقول لك حاجه، يعني مثلا انت بتتكلم على قضيه وزير الزراعه. بالظبط. وزير الزراعه كانت الرقابه الاداريه شغاله في القضيه ومسجله ومخلصه كل حاجه. انت هنا لسه بتقدم بلاغ. قدم بلاغ. طب هو حتى لم يمنع من السفر مثلا او يعني انا ما اعرفش دي، يعني دي انا ما اعرفهاش حتى الان، يعني رغم انها قيلت لكن ليست موثقه عندي انه منع او ما منعش. انما اللي انا اعرفه اذا ما قدم بلاغ تتحرى الاجهزه المعنيه حول مضمون هذا البلاغ والادله والمستندات المقدمه. انا مقدم اكثر من 500 مستند لدى الاموال العامه. ده في انتركونتيننتال ولا في كل الحاجات؟ في كله بما فيه القمح وغيره. لجنه تقصي الحقائق مقدمه اكثر من 27,000 مستند في فساد القمح. والحقيقه اللجنه رغم يعني احيانا هو سيادته وغيره كان بيحاول يعني يشير الى بعض الامور معينه، لكن الحقيقه اللجنه عملت بشرف برئاسه اخونا مجدي ملك، واحنا اشتغلنا كلنا ونزلنا في المناطق المختلفه. يكفي ان انا اقول لك استاذ عمرو في الوقت اللي كان فيه السيد وزير التموين السابق بيتكلم على انه نسبه التجاوزات في الصوامع لا تزيد عن 4%، احنا نزلنا بس 12 صومعه طلعنا انحرافات ب 560 مليون جنيه. الناس دي لما راحت الاموال العامه دفعت الفلوس يا استاذ عمرو. البراء لو في حد بريء مش هيدفع فلوس. ده واحد. نمره 2، النسبه مش اقل من 45% تجاوزات. يعني مثلا لما تروح تلاقي بنكر ما يقدرش يشيل اكتر من 5000 طن ويقول لك البنكر ده فيه 20,000 طن. واحنا كان معانا يعني شركه متخصصه هو نفسه وصف قياساتها بانها دقيقه، اللي هي شركه SGS، وكان